المحاضرة دي كان سببها إن الكتاب ده كان مع بنت حضرتك. تحب بقى إنها تعرف المعلومات من الكتاب ده ولا تحب إنها تعرف المعلومات زي ما عرفتها؟ التربية الجنسية مصطلح جديد على مجتمعاتنا، مصطلح مش دايما إحنا بنتعامل معاه بارتياح. إزاي يعني جزء أساسي جدا من حياتنا، سواء وإحنا صغيرين أو وإحنا مراهقين أو لما نكبر أو بعد ما نتجوز، يظل مسكوت عنه، يظل دايما بيشار له بإن ده الكلام العيب، بإن ده الكلام اللي لازم يتقال بصوت واطي، أو لو بنكلم أطفالنا أو مراهقينا يبقى ده الكلام اللي لازم أشاور عليه كده. مصطلح التربية الجنسية مصطلح إيجابي جدا، مصطلح مهم جدا جدا في حياتنا. في أبهات وأمهات ما يعرفوش هم أولادهم بيقروا إيه على الإنترنت، في آباء وأمهات ما يعرفوش هم أولادهم بيسمعوا إيه من أصدقائهم، بيتبادلوا إيه في معلومات في الجروبات بتاعة المدارس، مش عارفين لما تحصل مشكلة زي التحرش يتصرفوا فيها إزاي، مش عارفين إيه الألعاب والتصرفات اللي بتنم على فضول طبيعي عند أولادنا، وإيه التصرفات الخطر اللي بتقولي إن أنا هنا عندي علامة خطر. كل ده هنتعلمه مع بعض في كورس التربية الجنسية. هنعرف ازاي بنقدم لهم المعلومة الصح، وازاي بنقولها لهم، وازاي نحميهم من ان المعلومة الغلط توصل لهم وتلخبط لهم حياتهم. خليكم معانا في كورس التربية الجنسية.